السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون كيك المحلات بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت. والذوق راح يجي ولا أروع، راح تستغنوا تماما على كيك المحلات. عندنا في لاكيف تاع البيترا 200 غرام مارغرين طارية بدرجة حرارة الغرفة، نضيفوا لها 200 غرام سكر عادي. في المكونات عندنا 4 بيضات، لكن راح نضيفوا بالبيضة، ما نضيفوش على دفعة واحدة. في المرحلة الأولى راح نضيفوا بيضة فقط. هنا نستعملوا الكا، ما نستعملوش الكروشي تاع العجن. في لي كيك ولا في لي غاتو ولا ديما نستعملوا الكا. الكروشي تاع العجن نستعملوه غير في المعجنات. نضيفوا قصة الملح اكيد ما نساوهاش، ونحطوا الخليط يتخلط مليح مع بعض. في المرحلة الأولى نديروا السرعة الأولى، ومن بعد نضاعفوا السرعة حتى توصل للثالثة ولا الرابعة. نخليوه ينسجم مليح، يتخلط مليح البيض والمارغرين والسكر. بعد 3 دقائق ولا 4 راح نضيفوا البيضة الثانية، وهكا حتى نكملوا 4 بيضات، كل 3 دقائق ولا 4 نضيفوا بيضة. بهذه الطريقة راح تجي الكيك خفيف، يجي بنين هايل، والخليط نتاعنا راح يجي كريمي، يطلع كيما كريمة الزبدة. بعد 3 دقائق ولا 4 نضيف هذه البيضة الثالثة، وهكا حتى نكمل 4 بيضات تاعي. هنا السرعة تستعملوا الثالثة ولا الرابعة، ضيفوا تعليوا السرعة. هذه البيضة الرابعة الأخيرة. بعد ما تستخلط البيضة الرابعة تنسجم مليح مع المكونات السابقة، نضيفوا نصف كاس زيت نباتي عادي. نخليو الزيت ينسجم مليح مع الخليط السابق. هنا شوفوا كيفاه راهو الخليط كريمي هايل، تحسوه طالع معاكم، يجي هايلة كريمية هايلة. نضيفوا كاس حليب يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما هو دافي ما هو بارد. خليوه يخلط مليح حتى ينسجم، يدخل مليح الحليب في الخليط نتاعنا. باه نضيفوا المكونات الناشفة. المكونات الناشفة عندنا 400 غرام فارينة، كنت غربلتها من قبل، اكيد نغربلوها. هنا هاو تخلط معنا الحليب، دخل مليح في المكونات. قلنا نضيفوا المواد الناشفة، عندنا 400 غرام فارينة كنت غربلتها من قبل. كيس خميرة الحلويات وزن 10 غرام، ونضيفوا كمية مليحة تاع لافاني، ملعقة كبيرة ولا ملعقة تاع ديسير كبيرة معمرة مليح، ولا نصف ملعقة كبيرة. هنا اللي تحب ديروا ذوق الليمون تقدر دير تزيد قشور الليمون. نحطوا المكونات الناشفة ونخلطوه بالسرعة الأولى من النهار الأول، ومن بعد نضاعفوا السرعة غير يتلم معنا الخليط. نحبسوا الخلط، ما نعجنوش بزاف، غير يتلم برك العجين تاعنا، تنسجم الفارينة، نحبسوا الخلط. هنا بعد ما كملت تنسجم المكونات، عندي هذا المول تاع لي كيك كنت دهنته بالزبده وغبرته بالفارينه باه ما يلصقش معانا. راح نحطو الخليط نتاعنا كامل تاع العجين، نفرغوه كامل. هنا نخبطوه باه يتسوى مليح، السطح يجي كامل على مستوى واحد. ومن بعد من الفوق بالسطح نقدروا تبلي يدك بالماء ولا ملعقه ولا سباتيل، ولا مهم تشمخيها بالماء وتسوي السطح تاعو من الفوق باه يجي مستوي. هنا العلو نتاعو راح نخليو بين الارتفاع 1 سنتيمتر. الفراغ هذاك تاع القالب راح نخليه 1 سنتيمتر. هاي هنا كيما هذه لازم 1 سنتيمتر هاك يكون المستوى تاعو. راح ندخلو يطيب على 160 درجة. شعلوا له من التحت. هنا زينتو، تحبوا تزينوه قبل ما تدخلوه يطيب ولا بعد ما تدخلوه يطيب؟ هنا زينتو قبل ما درت له شويه كاوكاو ايفيلي. تزيين اختياري ديما كيما نقول لكم. قلت لكم دخلوه على درجه حراره 160 درجه مئويه حوالي 35 دقيقه. ما ديرولوش حراره عاليه باه يطيب في عقله، ما يجيكمش خضر لداخل ومعجن. ندخلو طيب، نشعلو من التحت. كي نشوفو طاب من التحت ندخلو كيردون ولا نلقاوه نشف داخل طاب، نشعلو له يتحمر من الفوق. وهنا حتى كي يطيب بعد ما يبرد تماما باه تنحيوه من القالب. انا هنا تسرعت نحيته ما هو مازال دافي. كي قصيتو يتفتت معايا شويه،
نتوما خليوه يبرد تماما ومن بعد نحيوه من القالب نتاعو. هنا هاو الشكل تاعو النهائي، جا روعة البنة ولا اروع وخفيف. راني قصيت معاكم طرف، انا هاني قلت لكم هو مازال دافي، نتوما خليوه يبرد تماما. نتمنى تجربوه، شوفوا كيف راه خفيف هايل والذوق ولا اروع. راح تستغناو تماما على تاع المحلات. اتمنى تجربوه وتردوا لي بالخبر. الى وصفة جديدة ان شاء الله، مع السلامة.